ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة هناقش معاكم شوية الأسئلة دي بتدور في دماغ أي شخص بيفكر إن هو يدخل مجال الفريلانسنج، وفي منها تجارب حصلت معايا أنا شخصيا، في منها أخطاء. فركز في كل كلمة هتتقال عشان تستفاد من المواقف دي كلها، لأنها هتحصل معاك أنت شخصيا أول ما تبدأ شغل. تدخل في مجال الفريلانس. يعني إيه فريلانسر؟ فريلانسر يعني عامل حر. معنى كلمة عامل حر إن العامل الحر ده بيكون بيشتغل من أي مكان، سواء كان بيته أو أي مكان تاني. بيشتغل في الوقت اللي هو يختاره وبالسعر اللي هو يختاره، مش ملزم بمواعيد محددة أو مواعيد ثابتة أو شركة أو مدير أو أي حاجة بتلزم الإنسان. لما بيمسك شغل بيكون ملزم ببروجكت بيخلصه على بعضه مرة واحدة، مش زي اللي ملزم بمواعيد عمل محددة في يومه. الفريلانسر مش شرط يكون بيشتغل على النت، يكون ليه شغل خاص بيه سواء كان على أرض الواقع أو على الإنترنت. وعشان تبدأ شغل كفريلانسر لازم تفهم إن في حاجتين الفريلانسر بيشتغلوا عليها. أول حاجة مواقع السوشيال ميديا، وتاني حاجة مواقع العمل الحر. أول حاجة مواقع السوشيال ميديا، أشهر موقع عليه خدمات هو الفيسبوك وتويتر، وده هيكون شرحهولك بالتفصيل في المستوى التاني، بس خليني دلوقتي أفهمك هنعمل إيه. أول حاجة بيكون أنت عندك خدمة، تبدأ تدخل على الفيس وتبحث عن الجروبات اللي بتكون في نفس خدمتك، بتبدأ تنضم ليهم. وبعد كده عندك حاجتين، أول حاجة انك تعمل بوست تعرض فيه الخدمة اللي عندك، او تشوف ناس على الجروبات دي تكون محتاجة خدمتك، خلال البوستات تنزلوها وتبدأ تدخل تتواصل معاهم وتتفقوا. تاني حاجة مواقع العمل الحر، مواقع الفريلانس، منها العربي ومنها الأجنبي، ومنها العرض بس ومنها الطلب. يعني ايه عرض؟ يعني انت بتعرض خدمتك وتسوق لها. ومنها الطلب اللي بيكون منزل الخدمة ومحتاج مستقلين لتنفيذ الخدمة دي. وعشان ما تتوهش مني وتسأل يعني ايه مستقلين، يعني الناس اللي شغالة فريلانس. الفريلانس ليها مسميات كتير فما تتلخبطش. نرجع تاني لموضوعنا، واتكلمنا عن العرض بس والطلب بس. النوع التالت عرض وطلب مع بعض. تعرض خدمتك وتروح عند الخدمة اللي نازلة على الموقع في نفس تخصصك، تبدأ تعرض خدمتك وهو يشوف الخدمة ويبدأ يطلبها. وده كله انا هشرحه لك بالتفصيل في المستوى التاني. كده تكون فهمت يعني ايه فريلانسر. ازاي ابدا واكون فريلانسر؟ لازم يكون معاك خدمه تقدمها للعميل. الفريلانسر عباره عن عرض وطلب، واحد بيعرض الخدمه وواحد بيطلب الخدمه. وعشان كده لازم تعرف المجالات اللي هتكون فريلانسر بيها، او بمعنى اصح الحاجه اللي هتخليك تدخل لعالم الفريلانس. في منكم متعلم مهاره وفي منكم لسه مش عارف ايه المهاره اللي يبدا يدرسها ويبقى بروفيشنال اكتر فيها. اول حاجه عندك مجالات الفريلانسر كتير، منها عندك البرمجه بانواعها، التصميم بانواعه، التسويق بانواعه، المونتاج بانواعه، وعندك كل الحاجات اللي قدامك دي. انا عايز دلوقتي احكي لك قصه لباشمهندس خريج هندسه مدني، وكان محبط ومش متخيل ان هو يشتغل في مجاله. اتجه للفريلانسر وبدا يشوف العملاء عايزين ايه في مجال شغله، زي انه يرسم مخططات مباني وحاجات زي كده كتير. المهم انه توكل على الله وسعى، وكان من 6 شهور بيحتفل باول $1000 جابهم من الفريلانس. اللي تاخده من القصه دي انك تكون مؤمن ان ربنا مش هيضيع تعبك طول ما انت بتعمل اللي عليك وبتجتهد. بس اهم حاجة الاستمرارية والالتزام والصبر. نرجع تاني لموضوعنا، وزي ما كنا بنقول عشان تبدأ لازم يكون معاك مهارة من اللي قلنا عليها. فلو انت درست مهارة معينة تمام، لو انت محتار ومش عارف تدخل تتعلم مهارة ايه، ممكن تشوف شغفك بيميل لأنهي مهارة منهم، او لو متردد عدي على كل من المجالات، القي نظرة لحد ما ترتاح لحاجة معينة. سؤال كبير اوي انت بتسأله لنفسك، هل في مجال معين الطلب عليه كبير، او هل في مجال معين فلوسه كتير؟ اديك مثال على كده. يعني مثلا البرمجة عليها طلب اكتر من الجرافيك، مفيش الكلام ده. وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك سيب مجال كذا عشان مجال كذا فلوسه كتير او عليه طلب كبير. انسى كل ده. عشان اوضح لك اكتر، مفيش مجال المنافسه فيه شديده. خلينا نكون متفقين ان مفيش مجال فيه منافسه شديده. عشان تبدا تشتغل ما تفكرش في الكلمه دي، ما تفكرش ان المجال ده عليه منافسه اكبر من ما تفكرش ان المجال اللي انت فيه عليه منافسه كبيره وان انت مش هتعرف تبدا. فعايزك تنسى الكلمه دي خالص. انت عشان لسه بادئ المرحله دي فهتلاقي الدنيا شبه صعبه، ولكن بالعكس اهم حاجه تسعى وتعمل اللي عليك وخليك صبور. والاهم من ده كله اتقان العمل. لان اتقانك لعملك هو اللي هيفتح ليك الطريق قدام. ومع اول عميل هتلاقي الدنيا بدات تظبط معاك وهيجيلك غيره اكتر واكتر. وهو لو اتعامل معاك وعجبه شغلك هيرشحك لناس كتير، ولو احتاج حاجه يرجع لك انت اول واحد، انت اللي عملت له طلبه زي ما هو عاوز. اهم حاجه ارضاء العميل، لان ارضاء العميل هيترتب عليه تقييم ايجابي، والتقييم الايجابي هيترتب عليه عملاء اكتر واكتر. الحاجه اللي عايز اوصلها لك انك مش تاخد الكورس ده وتبقى مليونير، وكمان مش اول ما تبدا هتلاقي شغل. الموضوع محتاج صبر، واهتم براحه العميل والتقييم، لان ده اللي هيجيب لك عملاء اكتر. زي ما قلت لك هي اول خطوه بس هتتعب فيها، وبعد كده هتلاقي الدنيا بقت اسهل. السؤال اللي بعد كده، هل لازم يكون عندي لاب عشان اشتغل فريلانسر؟
الإجابة هنا لأ، مش شرط بس يُفضّل، أهم حاجة إن النتيجة اللي هتطلّعها من الفون أو الحاجة اللي أنت شغّال بيها تكون حاجة professional أكتر وبالتالي تعجب العميل، يعني مش شرط أشتغل على فوتوشوب وأنا ما عنديش لاب، عندك البديل ليه على الفون، عندك فوتوبيا وده بديل ممتاز بس مش على طول عشان الموقع تقيل، عندك كانفا، عندك بيكسل لاب، عندك PicsArt، اشتغل من أي حاجة، المهم إن النتيجة اللي هتطلّعها تكون احترافية وترضي العميل لإنك تطلّع له الحاجة اللي هو طلبها زي ما هو عاوز، مش هيسألك اشتغلت على إيه، ودي هي القصة كلّها. خلاص قررت تبدأ، لازم تعرف النصايح دي من خلال تجربتي في مجال الفريلانس. أول حاجة لازم يكون عندك بورتفوليو قوي لأن ده بيكون واجهة ليك ولشغلك. رقم 2 الاستمرارية والصبر. رقم 3 ما تخليش العمل الحر أساسي بالنسبة لك، لو ليك شغل ثابت أو دراسة دول يبقوا الأساس عندك، والفريلانسر ساعتين من يومك أو على حسب ما هتخصص له من يومك. رقم 4 ما تعملش أي حاجة ببلاش في الشغل، خلي بينك وبين العميل اتفاق وكمل على الاتفاق ده. رقم 5 ما تقللش من شغلك ولا من نفسك، وده ازاي؟ يعني مثلا الخدمة اللي انت بتقدمها مثلا هي ب10 دولار، تمام، تروح انت تبيعها ب3 دولار عشان تبيع وخلاص، مهما كان ده، والعميل يشتغل مع اللي يقدرك وما تهينش نفسك ولا شغلك. رقم 7 اهتم بالبراند بتاعك اللي هو اسمك، كان كل اللي تقدر عليه عشان يبقى له سمعة كويسة واسمك هو اللي يبيع بعد كده. رقم 8 خطط ليومك، ازاي هتقضي وقت معين من يومك على الشغل ده. رقم 9 طور من نفسك ومن شغلك. رقم 10 لازم تحط تارجت معين هتوصل له في الشهر، التارجت ده سواء كان عملاء أو فلوس. رقم 11 حاول تكون متعدد الشغف بس ركز على هدفك الأساسي. يعني إيه؟ يعني اتعلم مهارات حقيقية تساعدك في يومك وفي شغلك. رقم 12 متخافش من البدايات، اعمل أي حاجة وأنت مش متأكد منها، غامر، استمتعوا بالذاتي، كله مغامر. حاول تلتزم بوقت الشغل اللي قلته للعميل، ولو تقدر تخلص الشغل بدري عن ميعاده يبقى أحسن، لأن ده بيدي انطباع عند العميل إنك إنسان جد وملتزم بشغلك. رقم 14 حاول تعمل صفحة على الفيس أو الانستجرام تكون بتسوق لشغلك عليها، ومن حيث إنه ممكن يجيلك عليها شغل. أخطاء الفريلانسر وإزاي متقعش فيها. أول حاجة التسرع وعدم الصبر. 2 التشتيت بين أكتر من مجال اللي هو تعدد الشغف بين مجالات كتير ومش عارف أبدأ بإيه. رقم 3 متعتمدش على منصات العمل الحر، خلي شغلك على أرض الواقع أكتر من المواقع. رقم 4 ما تحاولش تجيب العميل وخلاص من غير ما تعرف تفاصيل البروجكت بتاعه كامل عشان ما تعرضش نفسك لمشاكل وتقييم سلبي. رقم 5 اوعى تشتغل مع هنود عشان الهنود كلهم نصابين، وما تمشيش مع العميل اللي يقولك تعالى نكمل على برنامج التليجرام لأن ده كله نصب، المنصة بتحفظ لك حقك. رقم 6 خصص وقت معين للشغل، وقت الراحة ما تفكرش في الشغل وافصل دماغك خالص. رقم 7 اشتغل كل يوم، مش كل ما يجيلك نفس تشتغل لأن ده شغل زي أي شغل ولازم تلزم نفسك بيه. رقم 8 أول ما تمسك فلوس ما توقفش لحد ما الفلوس دي تخلص، افضل مكمل لأن ده اللي هيعليك بعدين. رقم 9 ما تصرفش الفلوس اللي هتجيلك، حاول تعمل كامب على نفسك تفضل تحوش فيه لمدة 6 شهور، وبعد ما المدة تخلص عيش حياتك. رقم 10 ما تكروتش الشغل لأن انت كده بتضيع نفسك وتقييمك كمان. رقم 11 حاول تتعامل مع التقييم بجدية، اوعى تهتم بالفلوس وتسيب التقييم، اوعى تتجاهل الانجليزي لانك هتحتاجه في الشغل، اوعى تكسل تشتغل. نيجي لاخر حاجه ازاي هتستلم فلوسك. اول حاجه عندك تريت، اول حاجه عندك باي بال، ده شغال في معظم الدول وفي مصر حاليا شغال كويس. اول حاجه لو انت مش عارف ازاي تعمل حساب ادخل على اليوتيوب واكتب طريقه عمل حساب باي بال على حسب الدوله اللي انت فيها. بعد ما بتعمله بتفعله في فيزا. اسهل فيزا دلوقتي فيزا البريد، الليميت بتاعها 150 جنيه، بتحط ال 150 جنيه وبعدها تربط الفيزا بالباي بال وتكلم خدمه العملاء يفعلوا لك الفيزا، وبعدها باي بال بيتربط بالفيزا وبعد كده بيبقى مفعل. ولو مش عارف ازاي تعمل حساب او تفعله شوف اي فيديو على اليوتيوب. بعد كده عندك بايونير، ده لو بيبال مش شغال في بلدك، اشتغل بس انت الاول وبعد ما تجيب الفلوس هتلاقي 100 طريقة تستلم فلوسك بيها، المهم ان انت تشتغل وما تكسلش.